مرحبا بكم يا أصدقائي. أنا النهاردة هتكلم معاكم بصوت دكتور أحمد زويل نفسه، وكأنكم بتسمعوا حكايته وهو بيحكيها لكم من قلبه. أنا ولدت في مدينة دمنهور محافظة البحيرة سنة 1946. من صغري كنت أحب العلم وأسأل عن كل شيء حواليا. كتبت كتب زي عصر العلم ورحلتي عبر الزمن وحوار الحضارات، وكنت دايما حريص أني أوصل العلم لكل جيل جديد. قدرت أنشر أكثر من 350 بحث علمي في مجلات علمية كبيرة، وكل بحث كان خطوة على سلم النجاح. في سنة 1999 وأنا عندي 58 سنة حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء. كانت لحظة مميزة جدا. وقتها قلت كلمة من قلبي: اسمحوا لي أبدأ حديثي بالتأمل في قصة شخصية من رحلتي عبر الزمن. الميدالية اللي أخذتها من ملك السويد، الفنان صممها عشان تشرح الطبيعة في صورة إيزيس، رمز الأمومة عند المصريين القدماء. وشها بيكشف عن ست واقفة جنبها كأنها الطبيعة نفسها، وده بيرمز إن العلم يكشف أسرارها. فعلا، دي عبقرية العلم اللي خلت سباقنا مع الزمن يوصل من أيام التقاويم الفلكية من 6000 سنة في مصر لحد نظام الفيمتو ثانية اللي اتكرمت عشانه الليلة دي. وده أعظم إنجاز في عالم الذرات والجزيئات. بدأت رحلة حياتي وتعليمي في نفس أرض إيزيس. لو جايزة نوبل كانت موجودة أيام الحضارة المصرية القديمة، مصر كانت هتحصد جوائز كتيرة، وده لأن العلم جزء من حضارتنا وروحنا. أملي كبير إن تكون الجايزة دي حافز للأجيال الشابة، وتفتح لهم أبواب الأمل والسعي في العلم والتكنولوجيا. أنا توفيت سنة 2016 وكان عندي 70 سنة. أحب أشرح لكم ببساطة نظام الفيمتو ثانية. هو نظام تصوير سريع جدا بيعتمد على الليزر، وبيسمح لنا نشوف الجزيئات وهي بتتكون وبتتفاعل وبتتغير بسرعة خرافية. الوحدة الزمنية دي، الفيمتو ثانية، هي جزء من مليون مليار جزء من الثانية. حاجة أرقام يصعب تتخيلها، بس هي كانت المفتاح لعصر جديد في فهم عالم الذرات. وبرضه هقول لكم إيه معنى العوالم المجهرية. دي العوالم اللي مكوناتها من ذرات وجزيئات ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة، لازم نستخدم الميكروسكوب. عالم صغير جدا، بس فيه أسرار كبيرة بتغير حياتنا كل يوم. في الختام، رسالتي هي: العلم نور وسلاح، وبلدنا تقدر دايما تقدم للعالم علماء وإنجازات عظيمة. أتمنى قصتي تلهمكم وتسعوا لطلب العلم من قلوبكم. كل الشكر ليكم، وأتمنى لكم التوفيق.